سلامات يا حلوين، كيفكن؟ شو أخباركن؟ بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. أنا في راس النشاوي، وبهذا الفيديو اليوم راح أحكي لكم شوي عن دبي، حتى كل شخص حابب يزور دبي يستفيد من هاي المعلومات. عم شوف كتير على مواقع التواصل ناس عم تسأل عن معلومات بشكل عام حابين يعرفوها، فلهيك راح أحكي لكم كل شي بهذا الفيديو لحتى توصلكم المعلومات بشكل جيد وتستفيدوا منها وتعرفوا كيف تخططوا لرحلتكم. أنا رحلتي كانت من السويد لدبي، بس هاي المعلومات اللي بالفيديو بتفيد جميع الإخوة اللي عم يشوفوا هذا الفيديو، كل شخص حابب يزور دبي وعم بخطط لهي الرحلة. النقط يلي راح أحكي فيها بهذا الفيديو هي التالي: حجز تذاكر الطيران، اختيار أماكن الإقامة، المواصلات والتنقل، التخطيط قبل السفر، الأماكن المشهورة والمعروفة يلي حابين تزوروها بدبي واللي زرتها أنا شخصيا هناك، تكلفة الأكل والشرب، وشوية معلومات راح أعطيكم إياها بآخر هذا الفيديو لحتى تستفيدوا منها. فتابعوا معي يا حلوين وخلينا نبلش. نجي للتخطيط قبل السفر. لازم تخططوا لسفرتكم قبل وقت كافي حتى تقدروا تظبطوا أموركم وتحجزوا تذكرة طيران بسعر رخيص، لأنه معروف كل ما قرب وقت سفركم أكيد تذكرة الطيران راح تكون كتير غالية. ولحتى كمان تقدروا تحجزوا مكان إقامة وتذاكر للأماكن المشهورة والحلوة اللي حابين تدخلوها. قبل سفركم جيبوا ورقة وقلم وحطوا مخطط راح أعطيكم مثال عليه. أنا قبل سفري عملت ورقة فيها مواعيد لكل يوم راح أقضيه هنيك وين راح روح فيه. يعني مثلا باليوم الأول حطيت من الساعة كذا إلى الساعة كذا دخول برج خليفة، من الساعة كذا للساعة كذا مشاهدة عرض نوافير المي اللي هنيك أو النوافير الراقصة، من الساعة كذا للساعة كذا راح أقعد بالمكان الفلاني. هيك بتسهلوا عليكم الأمور. باليوم الثاني كذلك الأمر، حطيت مواعيد لكل مكان بدي أدخله. طبعا هذا الشيء بعمله بس لحتى أحجز التذاكر للأماكن اللي بدي أدخلها، وقتها أنا بظبط وقتي حسب كل يوم وين بدي يكون. يعني خططت لكل يوم وين راح أكون وين راح أروح، هيك ما بضيع ولا بحتار وين بدي أروح وشو راح أساوي، ولا بضيع الوقت لأنه كل شيء محسوب بالساعة واليوم. هي أهم خطوة لازم تعملوها، وطبعا بتعملوا هذا الشيء بناء على التذاكر مثل ما قلت لكم يلي عم تشتروها لكل يوم للأماكن اللي عم تدخلوها. هي أول نقطة. هلأ بنجي للنقطة الثانية واللي هي حجز تذكرة طيران. هلأ بخصوص تذاكر الطيران لازم تعرفوا إنه حجز التذكرة لازم يكون قبل وقت طويل حتى تقدروا تاخذوا تذكرة بسعر جيد. طبعا هذا الشيء بيرجع لكم إذا بدكم أنتم تشتروها بسعر غالي، ولكن إذا أخذتوها قبل كم شهر من موعد سفركم أكيد راح تاخدوها بسعر أرخص بكتير من لما تاخدوها مثلا قبل شهر أو أيام. وبنصحكم تحجزوا دايركت حتى لا تتعذبوا بالترانزيت والانتظار ويروح عليكم حماس الرحلة. تذكرة الطيران بالأحوال العادية يعني أنا اشتريتها هون بالسويد تقريبا 7300 كرون دايركت من مطار كوبنهاجن لمطار دبي الدولي. ولازم اول شيء تعملوه لما تكونوا ناويين واخدين قرار انه تحجزوا قبل وقت كافي حتى تقدروا تظبطوا مكان الاقامة وتحجزوا بمكان منيح ويكون معكم وقت تختاروا المكان الافضل يلي بدكم تنزلوا فيه. وكمان مشان يكون معكم وقت تحجزوا التذاكر للاماكن اللي بدكم تدخلوها، يعني التخطيط كله يعتمد على موعد السفر وبيلحقوا باقي الامور. هي فيما يخص تذكرة الطيران. هلأ بنجي لمكان الإقامة. بخصوص مكان الإقامة عم شوف ناس محتارين كيف يدبروا حالهم، بس الموضوع بسيط. فيكن تعملوا مثل ما أنا عملت، تدخلوا على موقع اير بي ام بي وتحجزوا أحلى استوديو أو شقة من خلاله. يعني أنا ما حجزت بأوتيل صراحة لأنه لقيت الأسعار نار، لهيك دورت وحجزت استوديو كامل لإلي، والإقامة الصراحة كانت رائعة. حتى الإطلالة من الاستوديو لما كنت هيك أقعد بالليل قدامكم الأضواء والمباني كلياتها مضواية، عن جد شي بياخد العقل هنيك. الاستوديو ممكن تلاقوا ب 300 كرون باليوم، ممكن أكتر. طبعا الأسعار بتختلف حسب الموسم أو التاريخ يلي بدكم إياه، وحسب عدد الأيام يلي بدكم تحجزوها، لأنه إذا حجزتوا أيام أكتر بتاخدوا تخفيض أكبر. أنا يلي حجزته كان تقريبا 700 كرون باليوم وكان ممتاز صراحة. قعدت 10 أيام هنيك، كانت أحلى أيام لرحلة عملتها بحياتي. طبعا انتم اذا قادرين تدفعوا لا تسترخصوا، لانه اذا قل السعر او نزل السعر بتقل الجودة، بتصير اقل. عرفتوا كيف؟ بيكون المكان مش حلو. وبكل الاحوال لما تدوروا على شقة او استوديو او اي شيء على موقع اير بي ام بي راح تشوفوا صور المكان يلي راح يكون مكان اقامتكم،
وراح تكون الصور حقيقية تماما للمكان يلي انتو راح تسكنوا فيه وانتو بتختاروه. دائما لما تحجزوا مكان إقامة احجزوه يكون قريب على كل شيء أو وسط الأماكن يلي راح تزوروها. أنا مثلا حجزت الاستوديو تبعي كان قريب على نخلة الجميرة بمنطقة اسمها جي في تي، كنت بالوسط وبقدر انتقل وين ما بدي من مكاني بواسطة التاكسي، بطلبها وبتجي لعندي لتحت البناية وبركب وبروح وين ما بدي. طبعا هيك بتوفروا على حالكم كتير من انه تسكنوا بمكان بعيد، لانه راح تدفعوا اجار تكاسي كتير، ومعروف هنيك تكاسي اجار طرقات كتير غالي. هلا بنجي للمواصلات يا حلوين. احيانا بشوف ناس بتكتب بالتعليقات انه حابين يروحوا يستأجروا سيارة. طبعا هذا خطأ، ومن وجهة نظري هاي غلطة ما لازم حدا يعملها. اولا لانه الاجار غالية، رح تدفعوا تأمين ورح تدفعوا اجار سيارة هونيك وكل شيء بمصاري، او المواقف رح تدفعوا عليها مبالغ كبيرة لانه كل المواقف هنيك مدفوعة، ورح تدفعوا كمان للطرقات في شيء اسمه سالك اظن. كل ما تمرقوا من اوتوستراد لازم تدفعوا، بيخصم منكم دراهم يعني. فهذا كلياته بيجمع. تخيلوا انه انتم بدكم تروحوا اكثر من مشوار كل يوم، قديش رح تدفعوا؟ عرفتوا كيف؟ لهيك اذا بتحسبوها منيح رح تحطوا اكثر من اجار الطرقات بالتكاسي. ناهيكم عن انه شركات التأمين انا ما بوثق فيها للصراحة، لانه اغلبهم بيكونوا محتالين، يا بيطلعوا لكم نكشات بالسيارات، يا اما بيعملوا لكم قصص انه السيارة فيها شيء، فممكن يعلوا لكم قلبكم كمان اذا بدهم يرجعوا لكم التأمين اللي دفعتوه للسيارة اول مرة. فانه استئجار سيارة بدبي او باي مكان، مش بس دبي يعني باي دولة، هذا خطأ ما لازم حدا يوقع فيه. الافضل انه تعتمدوا على المواصلات، ومثل ما قلت لكم انتوا لازم تعتمدوا على حالكم، بما انكم جايين على بلد جديدة ما بتعرفوا طبيعة شوارعه وكيف الناس بتسوقها هونيك. بيسوقوا تقريبا هنيك انا اللي شفته مثل بلادنا، لهيك رح تفوتوا بحيط وتضيعوا حتى وجود GPS الطرقات ودواخة هنيك يعني. ومشان هيك انا بشوف موضوع استئجار سيارة غلط بالكامل، وما لازم حدا يعمل هيك غلطة. اعتمدوا على التكاسي، نزلوا تطبيق مثل اللي انا نزلته اسمه كريم، واطلبوا منه سيارة، بيعطيكم اكثر من خيار لسيارات التكاسي، ومنها سيارات تكاسي اسمها هلا تاكسي. هاي الارخص بتكون على التطبيق، وفيكم تدفعوا كاش او بالكارت او بالباي بال. وما بدي انسى اذكر هون انه هونيك امان عالي، وكل التكاسي فيها كاميرات وفيها عدادات. المهم انتم لما بتطلعوا بتاكسي حاولوا لا تحكوا كتير مع الشوفير، مشان ما يحاول يلهيكم او انتم تلتهوا وياخدكم من طريق تكون بعيد شوي مشان تزيد الاجراء. عرفتوا كيف؟ فديروا بالكم من هاي النقطة. بس تطلعوا بالتاكسي خليكم بحالكم ولا تحكوا كتير. هلا بنيجي لبعض الاماكن المشهورة يلي زرتها انا شخصيا وكتير استمتعت فيها، وانا بنصحكم طبعا تزوروها. واكيد كل سايح بيروح على دبي لازم يزور هاي الاماكن. الاماكن اللي رحتها انا هي برج خليفة، كانت تجربة حلوة. واكواريوم دبي بياخد العقل قد ما كتير كبير وكتير حلو، مهتمين فيه بشكل رائع. مول دبي كتير كبير، يلي بده يتسوق. طبعا انا ما شفت شيء مميز بمول دبي، ولكن يلي بده يتسوق فيه يروح لهنيك. برج العرب كتير حلو. ومتحف المستقبل كمان يعني ابداع ابداع بكل ما تعنيه الكلمة، فانا بنصحكم انه تروحوا عليه كمان. برواز دبي كتير حلو. متحف الرسم ثلاثي الابعاد كمان انا بنصحكم فيه. صحيح انه يعني بسيط، بس الابداع اللي فيه بالرسم رهيب. عندكم القرية العالمية بتفتح من الساعة واحدة من الساعة 4 عفوا العصر للساعة 12 أو واحدة بالليل، والله هيك بتذكر. طبعا هي ما بتلحقوا تخلصوها أبدا بيوم واحد، كانت كتير كبيرة. أنا ما توقعتها صراحة تكون كبيرة كتير هيك، بس متعة. هنيك بتلاقوا أقسام، أو خلينا نقول أجنحة، كل جناح لبلد، وبكل جناح بتشوفوا شغلات من البلد تبعيته. يعني مثلا القسم اللبناني شغلات من لبنان، القسم الفلسطيني شغلات من فلسطين، وهكذا. القرية العالمية لا تروحوا عليكم إذا رحتوا ضمن الأوقات اللي بتفتح فيها القرية العالمية، لأنه بتفتح بالسنة بس وقت معين أو كم شهر محددين. عرفتوا كيف؟ رحلة سفاري بالصحراء هي من أجمل الشغلات يلي ممكن تعملوها بدبي، كتير كانت حلوة وجربوها وما راح تندموا. رحلة بالقارب من دبي حسرا، يعني اطلعوا من المارينا من دبي، لا تطلعوا من أي أماكن تانية لأنه ما راح تنبسطوا. أنا طلعت صراحة بالقارب هنيك، استمتعت بالرحلة بس ما استمتعت بالأجواء اللي على القارب، لأنه كان أول شغلة الأكل كله هندي،
وعشان نعمة كان الأكل بيخزي، كان بارد ومكتل كلياته على بعضه، والقارب كلياته ما في واحد عربي، كله هنود. فلا تطلعوا من أي مكان تاني إلا من دبي حصرا من المارينا. بتطلعوا رحلة حلوة، بيفتل فيكم القارب عن جد، أوقات كتير حلوة. دبي سفاري بارك فيكم تروحوا عليها، هي فيها حيوانات حسب القارات، كمان هي بتحسوها مدينة كتير كبيرة. هي رحت عليها وكتير استمتعت فيها أنا، وبنصحكم تروحوا عليها. طبعا في أماكن كتير ممكن تشوفوها على موقع هيد أوت، راح أكتب لكم الرابط تبعه أسفل الفيديو هذا بالوصف، لحتى تقدروا تحجزوا تذاكركم من خلاله. وفي عندكم الميراكل جاردن، هي فيها قرية سنافر وحديقة بتاخد العقل يا جماعة، لازم تروحوا على هاي الأماكن الحلوة وتصوروا فيها. وفي شيء اسمه ذا بالم ذا فيو، هي بتطلعوا عليها وبتشوفوا نخلة الجميرة، وبتشوفوا الإبداع الهندسي ببناء هي النخلة، وكل بيوت المشاهير اللي بتخطر عبالكم موجودين هونيك. فأنا بنصحكم تطلعوا عليها لهي كمان، وراح تنبسطوا كتير. بالنسبة إلي أنا هاي الأماكن اللي رحت عليها، لأنه كان معي 10 أيام بس، وفي شغلات تانية عملتها خاصة فيني يعني، بس ما لحقت كل شيء يعني. خلصوا ال10 أيام للصراحة، وما حسيت بالوقت أبدا كيف مرق. فيلي حابب يروح على دبي يروح وقت طويل، لأنه راح يستمتع كتير، وما راح يحس بالوقت كيف راح يمرق. فمثل ما قلت لكم، في كتير أماكن حلوة ورائعة كمان فيكم تروحوها وتحجزوا تذاكرها من الموقع. يلي قلت لكم راح احط لكم رابطه اسفل الفيديو اذا معكم وقت طويل باجازتكم بدبي. انا ما لحقت شيء وخلص الايام، وكان نفسي ضل اكتر. بنيجي للموقع يلي فيكم تحجزوا التذاكر من خلاله، هو هيد اوت، راح احط لكم الرابط. هلا بنيجي للاكل والشرب بدبي. بدبي الاكل والشرب رخيص كتير، بس طبعا اذا بدكم تطلبوا انتو من تطبيق مثل طلبات. اما اذا بدكم تروحوا على مطاعم، المطاعم كتير غالية هنيك، خاصة اذا بدكم تقعدوا بمكان فخم، خلينا نقول رح تدفعوا مبالغ كبيرة اذا كنتوا مجموعة. وحتى للشخص الواحد انا شفت المطاعم هنيك غالية كتير، فالافضل انه تاكلوا انتوا على حسابكم، تروحوا على مطعم تشتروا مثلا سندويشة او وجبات خفيفة او شي هيك وتاكلوها. انا بنصحكم اذا بدكم تطلبوا اي شيء اطلبوه من خلال تطبيق اسمه طلبات. لما بتنزلوا التطبيق وبتفعلوه على تليفونكم، راح يطلع عندكم كل المحلات، وفيكم تطلبوا اي شيء بيخطر على بالكم، سواء من مطاعم او دكاكين بقاليات يعني، وحتى ادوات كهربائيه يعني. كل شيء بيخطر على بالكم ممكن تطلبوه من هذا التطبيق. بيوصل لعندكم خلال 20 دقيقه وانتم قاعدين بمكانكم. هذا التطبيق سهل الاستخدام، بيوفر وقت كتير عليكم، وبتنبسطوا كتير عليه، وانا متاكد انه راح يريحكم. لهيك بنصحكم تستخدموه لما تروحوا على دبي. هلا بنجي لشويه معلومات عامه. لما بدكم تسافروا، اختاروا وقت سفر يكون بالشتاء، نصيحه يعني بين شهر 12 وشهر 3، هذا افضل وقت، لانه باقي الاوقات راح تنشووا حرفيا. انا هنيك كانت درجه الحراره 30، وكنت حرفيا عم بنشوى، والعالم هنيك مكيفه عم بيقولوا لي انه هذا شتاء. لهيك انتم اختاروا شتاء مشان ما تحترقوا، نصيحه. الطيران الإماراتي رائع ومريح كتير. مثل ما قلت قبل، بنصحكم تحجزوا دايركت مع الخطوط الإماراتية، لأنه كتير مريحة وما راح تحسوا بالوقت. حتى الخصائص الموجودة بالطيارة أو بالشاشة الموجودة بالطيارة ما بتخليكم تحسوا بالوقت، لأنه حتنبسطوا بالأفلام والشغلات الموجودة بالطيارة. عرفتوا كيف؟ وأنا عامل فيديو كمان، راح أحط لكم الرابط تحت أسفل الفيديو، لحتى تشوفوا شوي عن الطيارة وشو الامتيازات الموجودة فيها، وشو بقصد بحكي هذا اللي عم لكم إياه. بالمطار لما بتوصلوا تعاملهم جدا محترم، يعني الأمن العام كتير حبابين هنيك وكتير محترمين، وتعاملهم جدا رائع. حتى الموظفين هنيك إذا احتجتوا أي شيء راح يساعدوكم أكيد. حتى لما بتختموا وبتعطوه جوازكم، إذا ما عملتوا سكان للجواز، بتعطوه الجواز وبيعطوكم خط فيه إنترنت 1 جيجا، هاي كترحيب لحتى تطمنوا أهاليكم. طبعا هنيك في واي فاي فيكم تستخدموها بدون أي مشكلة كمان. نصيحة: لا تاخذوا معكم أواعي شتوية، لأنه الطقس هنيك شوب بالصيف والشتاء. خذوا أواعي خفيفة ومناسبة، وخذوا نظارات شمسية وواقي شمسي وطاقية مثل هاي، لأنه هدول رح تحتاجون كتير هنيك، وهدول لا غنى عنهم، الشمس كتير قوية هنيك وحراقة. هونيك طبعا النقطة الأهم، الكل بيحكي انجليزي، بحكم انه البلد فيها كتير 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 يد عاملة اجنبية من الهند وباكستان وبنغلاديش. حتى السواقين التكاسي وعمال المطاعم والتوصيل وكل شيء بيخطر على بالكم هم عمال اجانب من هاي الجنسيات اللي قلت لكم عليها. فهنيك كله بيحكي انجليزي. حاولوا انتم ضبطوا اموركم بالانجليزي، او لا تتواصلوا مع حدا
وخلصت القصة. اللي ما بيحكي انجليزي يعني، هنيك كل العالم تحكي انجليزي، حتى المواطنين نفسهم بيحكوا انجليزي. بخصوص التصوير، في ناس كانت عم تسألني عن التصوير بدبي مسموح ولا ممنوع. التصوير بدبي مسموح بكل مكان بشكل عادي، ما في اي مشكلة، فيكم تصوروا فيديو ولا صور وين ما بدكم، بس بشرط انه ما تزعجوا حدا. بخصوص المصاري، في كتير ناس عم يسألونا شو ناخد معنا، كرون ولا دولار، ولا كيف نصرف مصاري هنيك، فينا نستعمل الكارت تبع البنك ولا لا. انا بالنسبة لي اخدت كاش معي من هون، صرفت من هون واخدت معي دولار. لما وصلت لهنيك على المطار صرفت بالمطار لدرهم، وهيك زبطت اموري. طبعا فيكم تستعملوا هنيك الكارت بدون اي مشكلة، ولكن اذا بدكم للسهولة مشان ما تتغلبوا، خدوا معكم من هون دولار، او من اي بلد بتكونوا فيها خدوا دولار واصرفوا هنيك بس توصلوا على المطار لدرهم. وخلوا معكم الفاتورة اللي بيعطوكم اياها، لانه اذا انتم طالعين راجعين خلصت رحلتكم ورجعتوا على المطار وضل معكم درهم اماراتي، فيكم تبدلوا المبلغ وتاخذوا دولار مرة تانية بنفس السعر يلي اشتريتوا فيه، بس خلوا الفاتورة معكم. ونقطة تانية لكل شخص هنيك بيشتري شغلات ثمينة مثل أواعي عليها ضرائب أو عطور أو ذهب، خلوا الفواتير معكم، لأنه بس تطلعوا من المطار كمان فيكم ترجعوا تاخذوا الضرائب اللي دفعتوها بدبي. فهي نقاط مهمة لا تنسوها مشان ترجعوا شوية مصاري وما تخسروهم. لهون بكون حكيت لكم ما فيه الكفاية والمعلومات اللي بتهمكم، وإن شاء الله يكون الفيديو فاتكم وفدتكم أنا باللي بقدر عليه. وطبعا بتمنى لكم رحلات سعيدة وين ما تكون رحلتكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتدعموها، وتعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع أي شخص حابب يروح على دبي لحتى يستفيد من هاي المعلومة. يلي عنده استفسار يكتب لي بالتعليقات تحت، وأنا بجاوبكم باللي بقدر عليه وباللي بعرفه إن شاء الله، وما بقصر معكم. ولا تنسوا يا حلوين تعملوا سبسكرايب، تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وتحطوا لي كومنت وتشاركوا الفيديو مع رفقاتكم لحتى تكبر القناة. بتمنى لكم التوفيق، وأنا أخوكم فراس، وسلامات.